السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ منورين. وربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. طبعا هنعمل مع بعض النهاردة. قبل ما نعمل اي حاجة طبعا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل فراخ ورز وملوخية يا حبايب قلبي. بحاول ابسط في الفيديو والله عشان ما اطولش عليكم خالص. بس قبل ما ابدا لازم اشكر حبايب قلبي عيلتي التانية اللي سألت على بنتي. الف الف شكر حبايب قلبي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، لان انتوا فعلا ونعم الاخوات ونعم الصحاب. يا رب يوفقكم ويبارك لكم في اولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا جبنا الفراخ غسلناها طبعا حلو جدا، وعصرنا عليها ليمونة، وجبت بصل وجبت جزر، واللهم صل على رسول الله. تتسمنة بلدي بقى كده. شوحنا الفراخ جامد، نشفناها خالص. وطبعا انا الليمونة اللي بعصرها على الفراخ بحط القشرة بتاعتها قشرة واحدة بس مش الاتنين. لها فوائد كتير يا ولاد. طب هنعمل ايه باللي احنا عملناه بهريسة الشطة اللي احنا حطيناها وشوية التوم دول؟ هنعمل بقى شوية ملوخية بس ملهاش حل. الملوخية دي اللي انا فرستها معاكم يا حبايب قلبي قبل كده. بصراحة في ناس بتقول لي علي صوتك، بس انا بحس ان صوتي ما بعرفش اعليه زيادة عن كده. معلش بقى سامحوني، او تليفونه اللي واطي مش عارفة. غسلتها حلو ونشفتها ودخلتها الفريزر، وبطلعها على الكبة على طول زي ما شفنا كده. يكون الشوربة جاهزة، تعملها في الكبة وتنزلي في الشوربة، ما تستناش بره ثانية واحدة. يعني عايزة الملوخية تطلع معاكي جامدة كده، تطلع من الفريزر على الكبة والشوربة ما شاء الله تكون جاهزة، ننزل بقى على طول على الشوربة. اللهم صل على حضرة النبي. ريحتها تحفة، طعمها ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. حلوة جدا. احنا طبعا أخدنا من الشوربة بتاعت الفراخ وعملناها. طب ايه ده اللي هنعمله تاني؟ ده طبعا رز بشعرية. انا بحب طبعا، اللي متابعني عارف ان انا بحب الشعرية كتير على الرز. طبعا انا حطيت الشعرية كده وحطيها حمرتها، ونزلنا عليها بالرز. ان برضو خدت لها تشويحة هي كمان كده، ونزلت بالمية والملح. وما شاء الله ولا قوتها الا بالله، ما فيش اسهل من كده ولا فيش ابسط من كده. اكلتنا فعلا على قد الايد. على قد الايد يا حاجه. ده الفراخ غاليه النهارده؟ لا، الفراخ النهارده مش غاليه. الحمد لله، اللهم لك الحمد. قولي بسم الله توكلت على الله وربنا هيبارك لك باذن الله في اي حاجه بتحط ايديكي فيها. طبعا احنا سوينا الفراخ على نار هاديه خالص. عايزه تاكلي اكل حلو وطاعم جدا، خلي النار يعني وطي النار خالص. عملنا الملوخية ما شاء الله، لان في عندي اللي بيحب الملوخية بالرز، وانا طبعا عملت شوربة عشان انا بحب الشوربة بالرز. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الاكل كان تحفة. البصل اللي مع الفراخ ده انا بسلقه يا حبايبي وبحمره مع الفراخ زي ما احنا شايفين كده، زي البصل المشوي اللي انت بتشويه بالظبط. فاحنا بنحب البصل مع الفراخ كده. ما شاء الله. يلا يا حبايب قلبي، اللي ما عملش اشتراك يعمل اللايك الجميل. وطبعا بأشكركم مرة تانية وعشرة ومليون مرة على اللي سألوا على بنتي. ألف ألف شكر حبايب قلبي. ربنا يا رب يخليكم ليا، ما تحرمش منكم أبدا. إسراء عملت العملية والحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. هي وريتنا اليومين اللي فاتوا دول الحمد لله كان صعب عليا وعلى باباها، بس الحمد لله. اللهم لك الحمد وعلى عمتها والله، وعلى الناس اللي بتحبها كلها. يعني كل اللي بيحب إسراء، مش اللي كان، لا، كل اللي بيحب إسراء كان متوتر وكان زعلان عشانها جدا. في رعاية الله يا حبايبي.